ولد جميل النهارده جاي مع مامته عنده حوالي 17 يوم او 16 يوم. مامته جايه تشتكي بان العيل الصغير بيبكي على طول، ولما بيجي يعمل حمام ميه بيقطع فيه، يعني بينقط نقطتين وبعدين بيعمل حبه وبعدين ينقط نقطتين تانيين، وكل ما يعمل الحمام يصرخ معانا. فالمهم يعني بعد استبعاد كل الاسباب بتاعه البكا بالنسبه للاطفال، الحفاضه والجوع والودان والبطن والمغص وعدم تحمل اللاكتوز والتسلخات من تحت والكلام ده كله، وان العيل ممكن يبقى اتمسك غلط وان في اي مشاكل تانيه، بقول لها تقطيعة المية تساوي مشكلة في الحالب، بنبقى محتاجين او في اللي هو مجرى البول، فهنبقى محتاجين ان ماما تتاكد ضروري من الحوار ده بان الحمام الميه بيتقطع معاه، وقدرت تصوره اهلا وسهلا وهو بيعمل حمام في وشها يعني عادي ان حصل كان بيها. فهي كانت بتقول لي اصل فلان قال ان هو عنده مشكله في فتحه الميه، ففتحه الميه دي بتحرقه فهتروح لما يتطور. احب اقول لكم ان المعلومه دي تم بيها نصيحه لهدف صح بطريقه غلط، بمعنى لو فتحه الميه اللي هو فتحه العضو ضيقه بتتوسع، ولو هي في مفتوحه جامد بتتضيق، ولو هي في غير مكانها بتتغير جراحيا، لكن مفيش حاجه اسمها بتروح مع الطهاره. ده اولا. ثانيا، لو هي التهاب مجرى بول، انا بصيت على العيل الصغير وبصيت على الفور سكين اللي هو اللحمه اللي قدام وبصيت على العضو ذات نفسه، في الاثنين كويسين ما فيهمش حاجه. والثالثه بقى وده المهم، ان العيل الصغير لما بيعمل حاجه زي كده بنقول ان في حاجه في صمام بيبقى موجود، جلده زياده او حاجه زياده، اللي بيشوفها جراحه الاطفال بعد ما بيتعمل اشعه عاديه، اشعه بالصبغه، بيعمل عمليه يعمل وبنتاكد ان مفيش حاجه اسمها ضغط راجع على الكليتين عشان الموضوع ما يوسعش مننا. طفلك لو بينقط او بيصرخ في حمام الميه كل مره، بعد اذنك هتروحي لجراحه اطفال تعملي اشعه تلفزيونيه مع دكتور الاطفال اللي حضرتك معاه عشان خاطر نطمن عليك وعلى طفلك. واحده كانت مسافره وجايه بعدها بثلاث اربع ايام، نزلت مصر، كانت في دبي، رجعت وبقى لهم اكتر من 6 شهور او 7، فجايه تشتكي دلوقتي من طفلها ان هو عنده، حاسه ان ابنها مش ابنها. فقلت لها هو المسافر 3 ل 6 شهور في مكان، لما جه على مكان تاني ما بقاش ابن المكان التاني، ده ابن المكان الاولاني، بمعنى البكتيريا النافعه اللي موجوده في جهازه الهضمي غير البكتيريا النافعه اللي هتبقى موجوده في جهازه الهضمي وهو هنا، فالتعود هناك عن هنا، فهتلاقي اختلاف الميه حتى لو كانت نفس الشركه او ميه معدنيه. فبقول لها لو انت جاي من بلد او هنا في مصر في القاهره مثلا وراحه غردقه مثلا، ده اسمه برضه سفر، فهتلاقي طفلك ادوار في حاجه اسمها الخطوط الحمراء. ايه الخطوط الحمراء اللي ما تتعداش؟ ان طفلك له ان هو يدفى بس لحد الحراره ما توصلش 38 39، ان طفلك يسهل وحمامه يبقى اخضر لحد 4 و5 مرات لكن ما يبقاش اكتر من 6 7، ان طفلك يبقى بيرشح وبيكحكح لكن ما تبقاش قفله نفس من اللي تمنعه من النوم وتمنعه من الرضاعه، ان طفلك يبقى مقريف بس ما تبقاش زن بزياده خالص، والحاجات دي ما لهاش علاقه باعراض التسنين، عشان بس ما حدش يقول ايه اصل العيال الصغيرين بيسننوا، طب والكبار هم بيسننوا بيدردروا بس. فده حاجه برضو اللي هو ايه مهم ان احنا بنحكيها لحضراتكم معانا. فطفلك لو انت جايه من بلد خدي بالك 3 شهور على الاقل على ما يتعود، هتلاقي التهابات حلق من وقت للتاني، هتلاقي نزلات معويه من وقت للتاني، هتلاقي التهاب ارتفاع درجه الحراره من وقت للتاني، هتلاقي كحه من وقت للتاني، هتلاقي حساسيه حشرات مختلفه خالص عنها غير اللي انت كنت متعود عليه. وده اللي احنا بنقول ايه، مشاكل تغيير المكان مع المسافر. وقعدت اقول للام كلمتين كده وضحكت فيها، فبقول لها ايه، فاكره لما كنا بنروح مصيف ما ولما بنروح والدنيا بتبقى عليه زحمه فبيقول لك هات عاطل في بطل الاكل بتاعهم، وعشان كده بنقول لما تروحي مصيف والمكان حاسه ان هو عليه ريفيوهات مش قد كده في الاكل، يا تاخدي اكلك معاكي يا عنه ما نروح المصيف ونروح يجي لنا ديزنتريا ونزله معويه بس. وتابع خلي العيال وشوف انا لسه قايل ايه من شويه واكتبوا لي في التعليق. طيب جت دلوقتي واحده كانت بتتكلم بتقول لي انا عيالي كلهم بينزلوا بالصفرة، فسالتها فصيله دمها، لقيت ان فصيله دمها لا هي او ولا ار اتش سالب، والعيل في الثالث او الرابع وعيالها مصفرين سنه صغيره. هقول لكم 4 كلمات انا خدتهم من الام دلوقتي وحاولت ان انا اظبط عليهم الكلام. رقم واحد، الام لو انت عندك مشكله في ان في اجهاض متكرر او سقط، او انت عندك طفل دخل حضانه مره او اتنين بالصفرة، فبعد اذن حضرتك العيل اللي جاي بعد كده ما تخرجيش من المستشفى من غير ما تبقى عامله تحليل صفرة ضروري بالنسبه له، وبعد ما يخرج ب 48 ساعه تروحي تعملي له في المعمل، ومحدش يقول لي اصل احنا هنروح نقيسه بالجهاز، قيسه بالجهاز ده بعدين. رقم اتنين، قياس الصفرة تبقى دم بعديها. المهم اللي اكتر من كده، الرضاعه هي اللي بتودي الصفرة، النقوط والنقط والكلام ده كله هو ده اللي بيجيب لنا النقطه. مفيش حاجه اسمها الماده الفعاله بتاعته اللي هي اسمها الاجار، الدكتور ادى شويه بودره في حبه لبن وقال ان هم دول اللي بينزلوا يعني لا ما ينفعش وملهاش علاقه بيها، ومفيش ما هياش ماده طبيه نهائيا، ودي مكمل غذائي اصلا ما فيش اي دراسات عدله عليها القيمه تقول او توصيات جايد لاينز تقول ان هو لا علاقه بالصفر. ثلاثه،
لو الصفرة اتحطينا على الكيرف او عيلك لسه صغير في الاول، الكيرف يعني ايه؟ يعني طفلي لسه في اول 3 ل 5 ايام، الصفرة طلعت عاليه قوي، التكسير موجود، في اشتباه انيميا فول، بعد اذن حضرتك اعملي التحاليل كامله، خدي ودي الواد الحضانه لحسن الدنيا ترفع والصفرة تعلى جامد فتوصل للمخ فيحصل مشكله فنزعل كلنا. طيب اخيرا يا عم هاني، علاج الصفرة ايه؟ رضاعه ثم رضاعه ثم رضاعه، والتاكد بتحليل الدم عشان اطمن هل النسبه وصلت للدرجه الكريتيكال اللي تخوف ساعتها ندخل حضانه ولا لا. ما حدش يقول لي ايه اصل هو كان هيدخل حضانه والدكتور اداله دواء لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، والكلام ده ما ينفعناش اصلا، هو كلام فاضي. بس وتابعوا العيال واكتبوا لي في التعليقات عيالكم جالهم الصفرة والنسبه وصلت لحد كام. اخر كلام، دخلت عليا ابنها لسه سنه سنه ونص، فجايبه طبق كوبايه صغيره فيها مكسرات، فيها فول سوداني وفيها زبيب وفيها شويه حاجات حلوه، مش عايز اقول لكم انا ريقي جري، بس يعني اللي هو ايه، انا دي العلبه انا بعمل لنفسي زيها. فالمهم فبقول لها على فكره هي حاجه حلوه بس ما تنفعش. قالت لي ليه يا دكتور؟ قلت لها يا مدام الحبايه الصغيره اللي اقل من حجم بق عيلك ما ينفعش انها تتاخد للاطفال لاقل من 2 أو 3 لان العيال ممكن في اي لحظه ما وهو بيتكلم او بيضحك او زغط او بيتنفس يشرق فتدخل في مجرى الهواء. والام لقيتها عارفه بس هي ما ابدتش رياكشن للموضوع ده، فاحب انا ابدي الرياكشن بتاعي واقول لحضراتكم ان الحاجات الصغيره بالنسبه للعيال الصغيرين بما فيها مثلا اللي هي ايه، بزرايه، حبه حمص، لبايه، الكلام ده كله للاسف هي بتدخل في مجرى الهواء مش في مجرى البلع. فلو دخلت في مجرى الهواء هتحتاج منظار، ومنظار يعني لفه والكلام ده كله. هو المنظار ما هوش خطير لكن هو اجراء ما يعملوش اي حد، والتخصص صعب جدا ومش اي حد بيعمله، وفي مشاكل وفي دواعي انها تتعمل. فبعد اذن حضراتكم ما تديش لطفلك اي حبايه صغيره اقل من حجم. فلقيت الام قالت لي لا يا دكتور هو انت فاكرني خايبه ولا ايه؟ على فكره انا الحبايه بقعد اكسرها بايدي او بكسرها ببقي قبل ما بديها للعيل الصغير. قلت لها تمام ما عنديش مشكله خالص. قالت لي والزبيبيه؟ قلت لها بتفتحيها بضوافرك كده سنه صغيره وبتديها للعيل الصغير طالما ايدك نظيفه. هي حد ستايل عالي قوي فناس نظيفه موت يعني. المهم هو مش شريات انا بتكلم بجد. فبعد اذن حضراتكم خدوا بالكم من الحاجه اللي داخله بق العيال الصغيرين، حتى لو احنا مثلا بناكلهم بطيخ ولا اي حاجه، بذر البطيخه ممكن يبقى ليله مش فايده. البطيخ هيمتعنا ولكن البذر بتاعه هيدلعنا. واخد دايما قولوا لي متابعيني منين؟